اكيد في البيت. هتتفرج ازاي؟ بتفرج ازاي؟ هتتفرج ازاي؟ ازاي طيب؟ مع حراسة مرمى الاهلي وحراسة مرمى الزمالك، قلبك أوكي. مع مين؟ لا لا ده سؤال واضح يعني، ده سؤال واضح وانا متاكد ان بص اجابته احنا واضحه. هقول حاجه الاول. ما تجملش الاجابه. لا مش هجمل الاجابه. بس هقول لك حاجه. قول لي. في 5 حاجات. واحد. اللي نفسه طويل هو اللي هيكسب الماتش. او هيكسب. انا ما سالتكش. ما هقول لك انا هجاوبك. ما سالتكش مين اللي يكسب. انا لسه هسالك السؤال ده. امتى تتمنى مين يكسب؟ تتمنى مين؟ سؤال واضح. ما جبتش انا قلت لك. هو ده سؤال غلط؟ هو ده سؤال عيب؟ انا بسالك. احنا وقت اول ما حصل لا حول ولا قوه الا بالله. حصل مكالمات، واحد قال لك ايه؟ طب انت مثلا انت مش هترضي كل الناس. قلت نادي الزمالك. طب جيتوا ليه؟ جيتوا عشان انا راجل محترف. ولو كنت بلعب ضد النادي الاهلي يوم الخميس كنت هموت نفسي عشان الزمالك يكسب. عشان الزمالك يكسب. عشان اكسب الاهلي. بلعب في قلبي دلوقتي مع الزمالك. وكل حاجه بقول عشان الزمالك، عشان اكسب مع الزمالك. يعني ده معنى ما فيش فيه غراه. الحاجه الثانيه دلوقتي لما هو اتكلم قال لك طب انت سبت الاهلي ليه؟ طب انت يعني هو بيجيب القصه زي ما قلت لك. لا طبعا هتفرج على ماتش النادي الاهلي واتمنى طبعا النادي الاهلي يكسب. طب ما تقول كده من الاول. فكرت كتير ليه لسه اصل انا عارف التفكير يا كابتن ان في ناس على فكره ده مش هيزعل الزمالك. لا انا بقول لك بكره طب هتكلمني وهتقول لي عادي ان في ناس هتطلع تنقدك. بس انا بدايه كام قلت لك لو انا بلعب في نادي الزمالك طبعا كنت هموت نفسي. لو انت لعيب طبعا مش عايز اتكلم. انا لعبت ضد النادي الاهلي مع الاسماعيلي وموتت نفسي عملت مباراه 1-1 وعملت انت من الناس اللي اتكلمت عليه. دي حاجه ودي حاجه ثانيه. يعني انا حب النادي الاهلي ما بقدرش ان انا انا اخبيه. وهذا على فكره امر مش ده بينالتي انت سجلتها في مع نادي